السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل حاجة حلوة جدا كلنا بنحبها كبار وصغار. طبعا الايس كريم محدش يختلف عليه في الجو اللي احنا فيه ده والحر، ومكوناته سهلة وسريعة وبثلاث مكونات بس، سهل التحضير وان شاء الله بيعجب اولادك. ولو اول مرة تشوف القناة دي، قناة يوميات مصرية في سلطنة عمان، يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير وتشتركي في القناة. ويلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف المكونات بتاعتنا. اول حاجة نص كوب من اللبن، وكمان معانا نص كوب من السكر البودر، ونص كوب من بودرة الكريم شانتيه، وكيلو الا ربع من الفراولة. طبعا غسلينها ومفرزينها كويس جدا في الفريزر، ولما جمدت طلعناها. طبعا احنا بنحضرها عادي، ممكن تحضريها في الخلاط. لو مش عندك كبة ممكن تحضريها عادي خالص في الخلاط. احنا النهاردة هنحضرها في الكبة بطريقة سريعة، ما بتاخدش اكتر من 5 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا اول حاجة بحطها الفراولة. طبعا الفراولة لازم نكون مفرزينها كويس جدا، دي خطوة اساسية معانا في الايس كريم بتاعنا النهاردة. خلاص كده انا ضفت كل الكمية اللي معايا من الفراولة. هبتدي طبعا ان اضيف كل المكونات اللي معايا. هي نص كوباية من الكريم شانتيه، ونص كوباية من السكر البودر، ونص كوباية من الحليب. وكده خلاص انا ضفت كل المكونات اللي معايا اللي هنحطها طبعا مع الفراولة، وهنبتدي ان احنا نخلطها بالكبة زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا عادي ممكن تعمليها في الخلاط، مفيش اي مشكلة. وطبعا تضربيها كويس جدا في الكبة لحد ما كل المكونات تختلط ببعضيها، وتحسي ان خلاص قوامه بقى كريمي. وكمان لون الفراولة بيتغير معاكي وانت بتضربيها في الكبة. شايفين المنظر الكبة مشبرة ازاي من السقعة بتاعة الفراولة؟ هو ده المطلوب طبعا في تحضير الايس كريم بتاعنا. طبعا بتضربيها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده علشان نوصل للقوام المطلوب معانا للايس كريم. ان شاء الله بنحضر مع بعض تاني نكهات مختلفة من الايس كريم، ان شاء الله بتعجبكم في الفيديوهات الجاية باذن الله، عشان تقولوا لي رايكم ايه. طبعا الايس كريم في الصيف حاجة جميلة جدا ومحدش يقدر يستغنى عنه، واطفالنا على طول بيحبوه ودايما يجيبوه من بره، فليه ما نعملهوش في البيت؟ صحي ولذيذ وموفر ومفهوش اي الوان صناعية ولا مواد حافظة، يعني حاجة جميلة جدا بصراحة. بتجيبي علبة بلاستيك او ازاز، اي نوع علبة عندك متوفر ويكون ليه غطا، وتصبي فيه الايس كريم وتغطيها كويس تمام، وتحطها في الفريزر مش اقل من 8 ساعات وانتي حطها في الفريزر. يعني انا عملتها من بالليل لحد تاني يوم الصبح، ابتديت ان انا احط منها للاولاد. زي ما انتوا شايفين الايس كريم طعمه جميل جدا جدا ولذيذ، وشكله بالظبط زي بتاع المحلات، وكمان ألذ. طبعا يعني اولادك هيشوفوه هينبهروا يقولوا ايه، لا مش ماما اللي عاملاه، اكيد هي مشترياه لكن طبعا اللي انت بتعمليه في البيت حاجة جميلة جدا طبعا. وممكن على فكرة بنفس الطريقة بس تغيري الفاكهة بنوع الفاكهة اللي انت بتحبيه او اولادك بيحبوه، على اساس انك تغيري لهم وتشكلي لهم في الالوان. يعني ممكن تعملي لهم ايس كريم فانيليا مثلا، شوكولاتة، كنتالوب، مانجا، اي نوع من الفاكهة اللي هم بيحبوه ممكن تعمليه بنفس الفكرة. يلا لو كنت لسه معايا ولسه بتشوف الفيديو وصلت معايا لحد هنا، ما تنسيش تعملي لايك. اللايك ده مهم جدا والله يا جماعة، بيرفع الفيديو. يلا بقى عايزة لايكات كتير الفيديو ده، شجعوني شوية، عايزين نوصل ان شاء الله. شوفوا خلاص انا جبت الكوبايات بتاعه الايس كريم وعبيت فيها الايس كريم بنفس الشكل ده. طبعا جميل كده شكله بيفتح النفس. وطبعا حبيت ازينه شوية، طبعا لا مش هينفع ان انا اسيبه بالشكل ده سادة كده. طبعا كان عندي شوية من المكسرات ضفتهم كده على الايس كريم، بيدوله اضافة حلوة وقيمة برضو غذائية حلوة تمام، وكمان بيخلي شكله جميل وحلو. وكمان هضيف له كمان حاجة تاني بالنسبة للأطفال بيحبوها والكبار برضو، الشوكولاتة، صوص الشوكولاتة جميل جدا جدا، عطاله طعم حلو جدا. الفراولة بقى لما حطينا لها المكسرات مع الشوكولاتة طعمها لذيذ جميل جدا. انا بدوق دلوقتي الطعم بصراحة خيال جميل جدا.
يلا وانتي كمان قومي كده شجعي واعملي لاولادك احلى ايس كريم ياكلوه من ايدك ان شاء الله. يلا ما تنسيش تعملي لايك. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص والوصفة خلصت، واشوفكم على خير. السلام عليكم.